السلام عليكم ورحمة الله. جبت لكم بقى بفيديو لذيذ ظريف خفيف، اسهل واسرع طريقة للمكرونة وهتدفينا في الشتاء. هي الطريقة دي اللي هي المكرونة بالشوربة. تعالوا بقى نقول لكم عملنا ايه. جبت حلة وحطيت فيها شوية زيت وحطيتها على النار، وبعدين جبت المكرونة اللي معايا اللي هي الصغيرة الوضعة ديت وقلنا ايه نحمرها. هنفضل نقلب فيها لحد ما تتحمر، بس ما تسيبهاش عشان خاطر ما تتحرقش منك. دنك ايدك فيها على طول عشان مش يبقى فيه شويه متحمرين وشويه لا. حمرتها انا بقى بالشكل دوت، واروح جايبه بقى ايه لتر ميه ونازله بيه كله. انا عايزه الميه اللي معايا تبقى زياده عشان خاطر انا عايزه اطلع من المكرونه دي اخليها تستوي وكمان تطلع منها شوربه، يبقى فيها صوص كده، مش تبقى ماسكه بعضها، لا انا عايزه فيها صوص كده عشان تدفينا. جبت بقى معلقتين طماطم، شايفين كميه الميه قد ايه؟ انا عايزاها كده، معلقتين طماطم وهقلبهم كده. ادوب الطماطم فيها، وواحدة مرقة. لو انت مش قادرة تطبخي النهاردة ولا اي حاجة لعيالك ديت كده كده عندنا عيالنا كلنا بيحبوا المكرونة يعني. دي اسهل واسرع مكرونة ممكن تعملها لهم. وشوية الشوربة اللي هتبقى في المكرونة دي اللي هتدفيهم، هتدفي بطنهم في الساعة اللي احنا فيها دي. انا حطيت مرقة وحطيت شوية فلفل اسود وحطيت ملح، ظبطت الملح بتاعها وهسيبها بقى تستوي بقى على النار. كانت بقى هنا استوت، وهغرفها معاكم واوريكم بقى. شوفوا المنظر كده بعد ما استوت معايا اهيت، والميه فيها اهي، او الصوص يعني اللي فيها اللي هيدفي بقى بطننا في الساعه دي. يا رب يكون الوصفه عجبتكم. وصفه سهله وسريعه، ما خدتش معانا اي وقت ولا خدت معانا اي كمان تكلفه، وسريعه وعيالنا هيحبوها. وبألف هنا. مش تنسوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.